السلام عليكم ورحمة الله. نهاركم مبروك. هذا الفيديو هو رسالة موجهة للسيد رئيس جامعة الملكية المغربية لكرة القدم، موجهة للسادة المسؤولين على قطاع الرياضة والسادة المسؤولين على جميع القطاعات. هذا الفيديو كما شفتوا لان كانت عندنا واحد المرآة عاكسه اشنو كنديروا ومع من كنديروا وفين بغينا نوصلوا. شفنا اننا كانت واحد التعاقدات فلوس صحيحه مع مؤثرين من دول جنوب الصحراء ومن دول عربيه. علاش؟ باش يجوا يبينوا لينا فين وصلنا. والحقيقه هو احنا فين وصلنا خصنا الاعلام الجاد وكل شيء باين. المؤثرين جاو قضاو غرض، خداو فلوسهم ومشاو. ملي تفتتح البطوله ما شفناهمش، بالعكس شفنا بعض القله القليله من بعض المؤثرين اللي بقاو حتى تسالت الكاس. عكس هذا شفنا واحد القله القليله من المؤثرين اللي بقاو في المغرب حتى سالاو كاس افريقيا. وهاد المؤثرين جاو من مالهم الخاص وداروا ازيد من 100 فيديو على جميع مناطق المغرب. صوروا الجبال، صوروا الثلج، صوروا الترانات، الطائرات، المحطة، جميع الامور صوروها رغم انهم جاو مالهم الخاص. المؤثرين اللي جاو بفلوس صحيحه داروا الفلوس في جيبهم، ما بقيناش شفناهم. وحنا علاش علاش هاد الفلوس الكثيره ما توجهش للاعلام ديال البلاد، الاعلام بصح الاعلام الحقيقي وتوزع على الجهات، لان حنا جميع الجهات منظمه كاس افريقيا. علاش الاعلام الجاد كيتقصر؟ هذا الكلام كما كنقول موجه للناس المسؤولين في جميع القطاعات، سواء الرياضيه سواء السياسيه سواء الاداريه، جميع القطاعات. لان حنا كنكبروا بالبراني وكنساو البلاد اللي كاين معنا وعايش معنا. شفنا مؤثرين من الكوت ديفوار، من السنغال، من في الاخير ما قالوهاش فينا زينه. وكاين فيديوهات كثيره في هذا الامر، يعني حين ان الاعلام المحلي والاعلام الجهوي الاعلام الوطني واكل الدق وساكت. حنا كنا كنتسناوهم يديروا معنا شي شراكه شي حاجه باش نبينوا مدينتنا، مدينه اكادير وجهه سوسماسه ولا تيمه وتارودانت، ولكن للاسف والو، ما كاين حتى شي حاجه. رغم ذلك قالوا لنا صيفطوا لنا ملفات، صيفطنا الملفات ولكن ما لقينا حتى شي جواب. اليوم هذا اليوم من هذا ما لقينا الجواب. حنا كمغاربه شعب قانون، شعب مضياف، شعب لان اجي تشوف واحد الحاجه، ياك المنتخب ديالنا خسر في جميع الاحوال بفعل فاعل او لا غير ذلك، ولكن الناس متحضرين عرفوا بان الكره فيها الخساره وفيها الربح. هكا بينا حتى المسؤولين يتعاملوا معنا، ما يعطوش خيرنا للبراني، خيرنا بغينا يبقى في بلادنا. ويوم 9 يناير